أهلا بحضراتكم. معلومة غذائية جديدة ونصيحة جديدة لطلابنا أبنائنا وبناتنا في المدارس. المشكلة النهاردة إن النصيحة للأمهات والآباء مصروف ابنك ممكن يبقى ضار جدا بصحته وممكن كمان يبقى نافع جدا. طيب إزاي أنا أستثمر مصروف ابني في شيء مفيد وهو بيشوف كل أصحابه بيشتروا حاجات حتى لو ضارة وعايز يبقى زيهم عشان ما يكونش محروم؟ الحقيقة إن الكلمة دي جميلة جدا. هنا بيعود الوعي للبيت إن أنا ممكن أدي ابني كل الأغذية اللي يحتاجها وفاكهة كمان، أو أصنع له بعض المصنعات الشبيهة باللي موجودة في المحلات ويبقى يأكلها في المدرسة، ومصروفه يستثمره في شيء تاني يكون الأسرة عارفة ميول ابنها إيه ويستخدمه. طب هي إيه المشكلة لما أنا أشتري من بره أغذية؟ الحقيقة إن الأغذية بنسبة 99% اللي موجودة تيكاوي السريع والأكياس اللي فيها أغذية طاقة عالية جدا، سعرات عالية جدا، لكن خاوية من جوه، لا هي مصدر بروتين ولا مصدر للدهون الطبيعية ولا حتى الكربوهيدرات الصحية. يبقى أغذية عالية الطاقة دي بتؤدي إلى سمنة، ومشكلة كبيرة جدا بقى في الأطعمة الصناعية والروائح الصناعية والألوان الصناعية، حاجة بطعم وريحة ولون الفراولة وهي مش فراولة، أو بطعم الكباب وهي مش كباب. حاجات كتيرة جدا بتعمل إيه الحاجات دي؟ خطر عالي جدا على الكبد والكلى الابني، خاصة إنه لسه صغير. وكمان من أهم أسس وجود جرثومة المعدة في الجهاز الهضمي الابني، كمان لها عامل كبير جدا في سد الشهية الأولادي. وعايز أقول لحضراتكم إن بعض المركبات دي بمكوناتها بتعمل إدمان لأولادي. ابني بيحبها وبيتعود عليها وبيشتريها حتى لو أنا رفضت بعد كده، وده غصب عنه. عايز أقول لحضراتكم إن الأغذية دي بتؤدي إلى نقص بعض العناصر لأنها فقيرة أصلا فيها، خاصة الحديد مثلا. وفجأة إن ابني عنده أنيميا، يبقى ابني وزنه زاد نتيجة الطاقة العالية دي، وكمان عنده أنيميا لنقص الحديد، كالسيوم قليل، وبالتالي عظمه هيبقى وحش، ويبقى أسنانه كمان تقع، وشعره كمان يبقى مش ظريف. لكن في حاجة أخطر، إنها بتقلل محتوى الجسم من المية. فتخيل حضرتك دم لزوجته عالية، صحة ابنك تلاقيه بينهج لأي سبب أو بأضعف مجهود، ودي مشكلة كبيرة جدا لازم ناخد بالنا منها. ومصروف ابني دايما يبقى نفع صحي مش العكس. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة.